صباح الخير. الدنيا باردة بشكل 10 تحت الصفر، 20 ناقص. طبعا ثلوج العالم كلها بدأت غالبا ثلوج بشكل مو طبيعي. زين يابا، باردة بشكل أيضا مو طبيعي. فشو تسوي؟ هي تخلص الأمور، مشي الأمور. زين يابا، أمبصأوس مثل ما يقولون الأوروبيين. أمبصأوس يعني شنو؟ لازم واحد يتأقلم ويا الظروف. شو يسوي؟ قضيناها تأقلم بتأقلم. حياتنا جبناها كلها تأقلم، نتأقلم ونتأقلم. كنا ببلدنا إلى لما صرنا هنا، انتقلنا بدول المهجر كلها تأقلم. نتأقلم. اي ولازم واحد يتأقلم، يعلم نفسه يتأقلم. التأقلم ترى ذكاء وثقافة. يعني شلون احنا نقول بالبغدادي الشعبي، يعني شلون يقول لك مشي امورك، يعني مشي الامور، حاول تمشي امورك بكل بيئة انت موجود فيها، تمشي امورك يابا. شلون بالجنوب كان شلون؟ لازم واحد يتأقلم شوية شوية، يمشي اموره، يشوف الحولة، يشوف الامور شلون ماشية. والا ليش احنا يعني الله طانا عقل؟ لازم نتأقلم، يعني نمشي الامور، نتأقلم. أمبصأوس مثل ما قلنا، قلت السويدي. ايه، فاحنا وين كان رباط حكينا على البرد هذا؟ صارنا شقد صارنا شقد هنا بالغربة وبهالبرد هذا ما تأقلمنا. صعبة تتأقلم على هالجو التعبان، لأن جيناتنا احنا، جيناتنا بالأصل جينات يعني شلون ما نقول صحراوية، بس متعلمة على المناخ الصحراوي، حار جاف صيفا وبارد يعني قارص البرودة شتاء. بس مع هذا الجو العراق جنة الجو، ولا الشمس عندنا، الشمس بالعراق كافرة يعني تدمر. بس مع هذا احنا متأقلمين. هناك احنا بالباكيت متأقلمين. شلون من الانسان من بطن امه متأقلم على البيئة مالته اللي هي بالعراق، اللي تعرفوها اكثر العراقيين يعرفوها، وكثير مشابهة لكثير من البيئات او المناخات الموجودة بالوطن العربي. المهم يلا يابا، هسه خلينا شوي نتمشى. ايه هي نتمشى احنا، مش بس يجينا كلب يكرمون بلوه هي. يلا مش زين يابا. ف يعني بس هي الحلوة اللي لازم واحد يفكر بيها هواي. شوف تنظيم، يعني ترتيب الشارع شلون كاربين. من ينزل الثلج ينتظرون ينزل الثلج، يوشيل اخر قطرة، تطلع سيارات خاصة او كرامات صغيرة تكرو قصدي شنو، تنظف الثلج. ورا ما تنظفه تخلي عليه حصى صغار، حصى هاي مكان مال الحصوي، رمل وحصوي خلوها ما دام بالطرق. زين، وهي تجي سيارات ممتلئة من غير مكان، نسميها امانة العاصمة. تجي عندنا بالعراق امانة العاصمة مالكم يسموه. المهم فتيجي تذب شنو الحصى الصغير هذا، جروس يسموه. زين، يذبوه ليش؟ حتى شنو ما يزحلق الشخص اللي يمشي بالشارع. هناك شو يحطون؟ قولي شو يحطون؟ يحطون ملح. هذا الملح العادي هيك يسموه جروس سالت، يعني الملح الخشن.
بس تدرون كم يعني كم الأطنان؟ آلاف الأطنان كل سنة يذبوها بالشوارع، آلاف الأطنان الملح يذبوها يخلوها بالشوارع العامة السريعة حتى لا تتزحلق، لا يجمد الشارع وتصير تتزحلق السيارات وتصير حوادث. هاي كلها مفكرين بيها. ولهذا السيارات، أصحاب السيارات لازم كل أسبوع إذا يمشي هو بالطريق بملح، وطبعا كل الطرق تقريبا بملح، ايش يسوي؟ لازم يغسل السيارة كل أسبوع أسبوعين حتى لا تزنجر، لأن هذا الملح يدمرها للسيارة من جوا، يلعن سلفة يعني مثل يخليها تزنجر، خصوصا السيارات المو أصلية. المهم يعني قصدي مو التويوتا المرسيدس وغيرها، لأن معاملات أكثر يعاملون الحديد مالتهم طرق معاملة يعني مواد حركات تنزنجر بسرعة. فيابا احنا هذا اللي يصحنا، بس هاي جبال الثلج مجمعينها هنا أنا مرتبيها زين يابا، يعني لازم واحد يتعقلها زين عيني. وإلى متى الله كريم بعد عنا هاي البيئة وهاي لازم نتأقلم بيها. هذا هنا أنا مجمعين ثلج مجمعين، بعدين تجيهم سيارات الشيلة ويبقى هو لين مو بالطريق حاطيه على صفحة. وهذا الحصى يبين تقريبا الحصوف حتى شنو ما يتزحلق الواحد. انا طبعا نوب الزحلقة بهاي المكان اللي غاب يعني فد يوم، يعني فد مرة من المرات كانت الثلج دايب، بعدين صارت وراء باردة صار زجاج. المهم وقعت يعني مشت يلا كبوة فارس كانت بالنسبة لي، كبوة فارس يلا. مثل ما قال كاظم الساهر الضربة اللي تكسر ظهري تقويني. هاي جابها يعني هاي قال لكم بدنا نشبك احنا. المهم في هذا المكان بالذات هذا ايوه هذا وقعت فيه، بس اليوم لازم حاطين فيه حصو والثلج مالته مو مايع يجي يعني بعده مثل يجي قطن عبالك. هذا شوفوا هاي هواي من الناس السويديين والناس الاوروبيين يحبون هذا الجو، ثلج ويا شمس او يابا مال تزلج على الجليد وهيك مال. اي فاني ما حاولت احبها ما قدرت احب هاي التزلج وما شنو، ما احبها ما احبها. هو جزء اني يعني ما متعود عليها، مثل احنا يعني مو بيئتنا يقول، فما متعود عليها. احتمال مستقبلا ما ادري. المهم بس الجهال هنا هاي الشغل كل مكان يلعبون يسوون وهذا يعني هو حل هاي بيئتهم يعني. احنا مو يعني لازم واحد لازم يتأقلم على كل الاشياء، نتأقلم شوية بعض الاشياء، تحمل الثلج تحمل البرودة، بس مو يعني نقعد نسوي تزلج. بالنسبة لنا احنا يعني ولو عمرنا بعد احنا يعني بالعشرينيات، بعدنا بالعشرينيات، بس شنو لا الشيخ وياكم 25. المهم هنا أنا صعب الواحد يحكي على عمره يعني حتى لو أنا مثلا هسه بال 25 بس ما أقول هو ما يصير يعني. يلا هاي شوفوا هاي الهواء يجي جهالهم شوية يعني يزلجون شيء. الحلو هنا كل منطقة نسويها تلة اصطناعية، تلة بالصيف خضرة ثيل بها. راح اشوف بس ما يصير هاي مثلا تلة هاي بس ما يصير اصور الناس، تلة اصطناعية حتى بالشتاء بالثلج الجهال يلعبون عليها وعادة يسووها بالقرب من مدارس، حتى المدرسين يجيبون الطلاب بالفراس من هذا بالكذا الدروس الرياضية يتزلجون يتونسون زين. يعني مفكرين بالبشر بكل الجوانب. اهم شيء هو البشر، اهم شيء هو البشر، وبعدين التفاصيل الثانية درجة ثانية يعتبروها ما، بس اهم شيء البشر. زين يابا ها هي ثلجت طبعا
هس ايدي لان ناقص 10 ايدي من جو شفدت تلهث يعني انجمدت. المهم يابا شكرا على اصغائكم لهالفيديو هذا البسيط، شكرا جزيلا. انا مو على طول يعني اصور فيديوهات هذا، بس يعني يعني احيانا وليس دائما. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، مع السلامه.